انت لو سالت اي حد كبير في السن وقلت له هو حرق الدم بس يكون بتاع كوره، هيقول لك ماتش الاهلي. اتفرج على ماتش الاهلي بتاع السموح تلاقي حرق الدم والنرفزه والعصب كل حاجه دي. انت لما تبص تتفرج على الماتش من اول مرمى الشناوي لحد ال 18 بتاع السموحه، اللعيبه تحس ان هي شغاله، بساط وتحركات وتسليمات وكل حاجه ومراوغات، ولاقين بعض في كل المباريات لاقين بعضهم. لما تيجي تخش ال 18 عاد ما فيش، تحس ان هم مش موجودين، تحس ان هو اول مره يلعبوا ماتش مع بعضهم، تحس ان ما فيش تناغم، ما فيش انسجام، ما فيش حد شايف حد، ما فيش اي حاجه، لا تسديده ولا باص زي الناس ولا عرضيه زي الناس ولا اي حاجه زي الناس. يعني انت لما تبص مثلا طول الماتش كله هتلاقي ان كل العرضيات حتى اللي جايه ما بتخش جوه 18، ما بتعرفش ليه يعني. تخش عاملين عمل جواها، يعني العرضيات كلها سواء من علي معلول بتطلع كده على الخط التاني، او سواء حتى من كريم فؤاد او حتى من اكرم توفيق بيطلع الناحيه التانيه، ما فيش تركيز. اما لو دي هتبص على حتى واحد زي امام عاشور. امام عاشور حتى تسديده واحده ما قدر يسددها، وده يعني ممكن يكون احمد سامي جاري الماتش كويس، ولكن برضه مساعده من لعيبه الاهلي اللي ممكن تلاقي اتنين تلاته من جوه ال 18 واقفين ثابتين، فبالتالي مأمنين باتنين تلاته اربع مدافعين، وكم مدافع اتنين واقفين ستار على خط النص، مانعين ان اي حد يسدد. وده ان بين المدافعين اللي واقفين جوه ال 18 وبين اللي واقفين على خط النص مفيش اي حد في النص. لو في حد من النص اللي واقفين دول على لعيبه الاهلي تقدم لجوه اللي بره شويه، هيخلخل الدفاع اللي هو واقف على ال 18 عامل ستاره، يا اما هيخلي واحد يقف معاهم، يا اما فبالتالي هيفتح فرصه لحد يسدد، او يفتح فرصه ان هو يبصيله. ولكن اللعبه واقفه بكونها، لا في عرضيه بيطلع، ولا في باص بيطلع يستلم، ولا في اي حاجه. تحس انه بيجي قدام ال 18 جوه ال 18 وبيقلبوا بطه بلدي. يعني الحاجه اللي تحرق قدام ان حتى مارسيل كولر يعني شايف واحد زي صلاح محسن ال 90 دقيقه ما بانش في حاجه ماشي ما فيش حاجه راحت له ما علينا، بس انت المفروض ما فيش حاجه رايحه لك، المفروض تنزل تحت تستلم، تنزل تحت تفتح مساحات لأي حد، واحد زي حسين الشحات لما يخش من العمق وما يعمل مراوغات، فهو لما يلاقي الكسره العدديه جوه 18 فهم بيتغلبوا عليه. فانت المفروض انت ما فيش حد ما فيش كور جايه لك، انت اطلع بره افتح مساحات لواحد زي حسين الشحات، افتح مساحات زي واحد زي كريم فؤاد، افتح مساحات لواحد زي محمد مجدي شويه بيخش للعمق، افتح مساحات لواحد زي امام عاشور برضه بيخش في العمق. انما انت واقف لي في النص كده عامل زي الخازوق. طب برضه التغيير اللي ما فهمتهاش، واحد زي حسين واحد زي صلاح محسن المفروض كان يطلع مكان كريم فؤاد ممكن يكون شغال على الناحية الهجومية، على كده بيقدر قوي جسديا، سريع، التحاماته قوية، شرس، حتى في الدفاع بيقطع وبيرجع وبيغطي بكل حاجة. انما واحد زي صلاح محسن اللي شفنا منه بيقدر شفنا منه اسود، انت مش عارف سايبه ده 90 دقيقة. والتبديلة التانية برضو محمد مجدي قفشة ونزول احمد عبد القادر. يعني احمد عبد القادر هو بيقول لك يعني ببنط العيان كده انا مش لاعب، مش عايز العب، ببنط العريض مش عايز العب يا عم. فانت منزل واحد زي احمد عبد القادر ما شفناش منه النص ساعه اللي نزلها ولا التلت ساعه، ما شفناش منه بظ، يعني ما شفناش منه كوره زي الناس. وحتى الكرة اللي كان على طول بيلعبها علي معلول اللي هي بتعمل سورف كده وتخش في بوز ال 18، كل لعيبه سموحه كله جريها. فانت ما عندكش اي حل، ما عندكش حل للتسديد، ما عندكش حل. حتى اكتر من 15 ركنيه جات لك، اكتر 15 ركنيه بس غير الفاولات ما فيهمش ولا واحده صحيحه، لا دقه عرضيه صحيحه من اللعيبه ولا حتى جمله واحده زي الناس. فانت متخيل ان فريق زي الاهلي 15 ركنيه غير الضربات الحره اللي المفروض يعني الفرق دي تبقى الركنيات عندها وضربات الحره المفروض تبقى على الاقل تمثل خطوره، ولكن انت ال 90 دقيقه كلهم ما سددتش تسديده غير تسديده واحده اللي هي بتاعه الركنيه، لما علم عنده لعبه ركنيه وصدت على الهجمه المرتده لينا، وبعد كده قطعت في واحد بصال علي معلول فبيبصال صالح محسن اللي بيسددها على طول في المرمى بيصدها الهانس تمام. ولكن باقي انت ما جيتش في المباراه، انا مش عارف يعني هو العيب في اللعيبه ولا العيب في المدرب، بس انا على ما اظن حتى لو اللعيبه لاقيه نفسها جوه الملعب ولكن بيجوا قدام ال 18 بيفتقدوا الحلول، وده عيب مدرب. المفروض المدرب يبص لنا للجون، انا المدرب مش لاقيه. فدلوقتي ما تقوليش عيب لعيب، ماشي ممكن يكون اللعيب ما عندوش المرونه التكتيكيه، مش المرونه التكتيكيه، اللعيبه دي جابت بطولات، ولكن المدرب نفسه ما عندوش المرونه التكتيكيه ان هو خلاص اتجرى والدنيا ديت يغير، لا هو المدرب واقف على كده. سلام.